من أول لحظة تدخل فيها معبد خانوم في إسنا هتحس إنك داخل صفحة من كتاب الحضارة المصرية. المكان ده مش مجرد حجارة مرصوصة، ده تاريخ مبني طبقة فوق طبقة، وكل طبقة فيها قصة. الحكاية بتبدأ من أيام تحتمس الثالث في الأسرة ال18. في الوقت ده كان في معبد أقدم في نفس المكان، الزمن غطاه لكن أثره ما اختفاش. بعدها بقرون وتحديدا في العصر البطلمي، بطليموس السادس وبطليموس الثامن قرروا يعيدوا المجد للمكان. بنوا المعبد الجديد، والملوك اللي جم بعدهم من البطالمة لحد الرومان فضلوا يزودوا نقوش وطقوس وزخارف لحد منتصف القرن الثالث الميلادي. اللي واقف قدامك النهارده هو قاعة الأعمدة، 24 عمود كل واحد منحوت بزخارف نباتية مختلفة، كأنه كل عمود بيحكي قصة لوحده. السقف لسه سليم وعليه بقايا ألوان قديمة بتوريك قد إيه المعبد ده كان متقن ومبارك. المعبد بقى تحت مستوى الشارع، مش لأنه اتبنى منخفض، لكن لأن إسنا فضلت تبني فوقه عبر السنين لحد ما المعبد بقى مدفون نصه في الأرض. ولما العلماء كشفوه لقوا نقوش مذهلة بتحكي عن خانوم إله الخلق اللي المصريين القدماء كانوا شايفينه بيصور الإنسان بإيده على عجلة الفخار. والنهارده معبد خانوم بقى محطة أساسية لأي رحلة بين الأقصر وأسوان، لأن اللي يدخل المكان ده مرة مستحيل ينسى إحساس الوقوف قدام تاريخ لسه واقف على رجليه بعد آلاف السنين.